السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. طبعًا ندخل في الموضوع دغري، حنتكلم على الفنان الكبير، فنان الأرض، فنان الطبيعة، فنان الوحدة، فنان الثورة، فنان الحجر والشجر، فنان الكبير والصغير، الأحياء والأموات، فنان تغنى بكل شيء، ما خلّى شيء إلا وتغنى به، تغنى بالوطن، النشيد الوطني. تخيلون هذا الفنان النشيد الوطني يعني من أدائه ومن الأغنية تبعه، تمام؟ طيب بعد هذا كله الذي قدّمه للوطن يطلع تكتور، التكتور تكاتيكو شكله متكتك مش هو تكتور، تمام، طلع انتقد الفنان أيوب طارش بطريقة يعني تحس في القلب قلّدني الله إني زعلت، أمانة أمس جالس من رقة جدي على مهدئات، في غُلب، في غُلب يعني على أيوب طارش، أيوب طارش وقع بها هكذا، يعني لو قلنا هذا التكتور، التكتور تكاتيكو لو كان انتقد بنقد بنّاء أو نقد يعني فني، والله إن أنا أستحي أقول كلمة نقد. لأيوب طارش، والله لو قدر الفنان أيوب طارش يعني إيش بيطلع يدّيه أنين بيوجع لنا الكلى ويسجلوها أغنية، ورب الكعبة لا ننطرب، لا نستحي نقول ما هذا الذي تقدمه يا أيوب طارش؟ إنك لقد عَثَى عليك الزمن، أتستحي أمام ما قدّمه، يطلع لكم دكتور متتكتر تمام، يعني على أساس دكتور يعني يستطيع أن ينتقد نقد بنّاء، لا إيش فعل هذا الدكتور؟ قام يعني ما خلّى حاجة في أيوب طارش نقد شخصي، نقد نفسي، نقد يعني غُلب، هذا غُلب اللي داخله غُلب، مشّوه انتقاد، والقوية من هذا كُلّه يعني الأقوى من هذا كُلّه والأعظم قال لقد غنّى الأغنية بطريقة القروي سذاجة القروي، ماله القروي يا تكتور، ماله يا تكتور خلاص قد لبست كرافتة وعرفت لك 3 كلمات وحليت لي 4 كلمات متقاطعة، خلاص يعني قدك أنت الآن إنسان طبقة فوق راقي والبقية سُذَّج قروي، كلنا من القرية، كلنا من القرى إلا لو أنت يمكن ولدت في كوكب المريخ أو في طبق طائر، فهذا شيء راجع لك، قلّدكم الله هذا دكتور، المشكلة أن هذا الدكتور الكبير اللي يسمع إنه يقول الدكتور الدكتور عبد العزيز المقالح رحمة الله عليه، والّا البردوني الشاعر الكبير، ويعني تقول هذا الدكتور يعني أثرى الساحة بقصائده، عبد الوهاب بن عمان والمحضار والديلمي، يعني هؤلاء الشعراء الكبار الذي تغنوا في كل شيء، تمام، جيت بسير هذا الكاتب الدكتور غنمه ماذا كل كتاباته؟ أريد أن امرأة يمنية تكسر ناموسي، قلّدكم الله، هذه كتابة يخرج بها بين الناس، أقسم بالله ما أستر أجابر بها نفسي، وأنا لحالي هكذا جالس تمام، وضابح وبعد قاعد بين نتف شنبي وأقول أريد امرأة ت ت ت يمنية تكسر ناموسي، علي الحرى إن ضميري لا يكسر لي ناموسي، أنا الآن أنتقدك زي ما انتقدت الفنان أيوب طارش، بس أنا يحق لي أنتقدك زي ما أنت انتقدت، بس أنا إنسان يوتيوبر مسكين، فلهذا لو قلت أي شيء ما معك لا تتقبل، لكن أنت دكتور يعني فاعل فيها راقي وإنسان ولك خطوط خضراء وحمراء وتحت البنفسجية، حقه النقد كان جارح، ليس نقد يعني بناء أو نقد يطلع من دكتور، الدكتور يا دكتور، دكتور هل تسمعني؟ ويقولوا هو اللي انتقد على هذه الأغنية، مع منشورات سابقة بينتقد أيوب طارش الذي حالب له أنا في الحنجرة، ما أناش داري ليش، معاه نقد من قبل ما بيقول غنى الأغنية وهو يسرع كل مجبره ملاحق تلاحقوه هو الغنم مشونا، حين أيوب طارش ما عجبكش وعباس عبسي ما عجبكش وشوية يطلع الحارثي ما عجبكش، وبعدها تنثرها بقوة، يعني علي بن علي الأنسي مهندس الأغنية اليمنية وإمبراطور الفن وأول من بدأ بالأغنية عايز تكملها من فوره، لكن ليش كل عمايد اللايكات، تقول لنا يا دكتور تقول لنا إن إحنا إنك تشيل لايكات وترند، وإحنا حنوصلك ترند وحنجي لك لايكات وذا، بس رح لك من هؤلاء الفنانين والله إنه حاجة تزعل القلب، إحنا يعني سمعنا لهم متأخرين، يعني أنت الآن زعلت الأجداد والأبناء والأحفاد والأجيال القادمة، يدخلون ينغبشوا صفحتك وفيها أريد امرأة تكسر ناموسي، فنقدم اعتذارنا للفنان الكبير فنان الوطن وفنان كل شيء جميل في هذا الوطن أيوب طارش، نقدم اعتذارنا لك بالنيابة عن الدكتور ناشف هذا، ونقدم اعتذارنا لأسرتك ولمحبيك ولتاريخك الطويل، فليش شي بسر رد يعني كافي شافي وافي حافي، يعني رد من القلب إلى القلب، رد فني دكتور للدكتور، ابشروا يعني رد ادخلوا صفحة الدكتور رصين أستاذ اللغة العربية في جامعة صنعاء،
رد كافي شافي وافي للدكتور هذا. الدكتور أريد امرأة أن يلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.